دي العمارة اللي اتولدنا فيها أنا وعيسى. اتولدنا في نفس الشهر في نفس السنة، هو في أول ديسمبر وأنا في آخره، وبقينا نحتفل بعيد ميلادنا كل سنة في نفس اليوم 15 ديسمبر. جمعنا ال30 يوم بتوع الشهر وقسمناهم علينا. كل حاجة في الدنيا كنا بنقسمها علينا. مش بس كنا في مدرسة واحدة، حتى يوم الأجازة كنا نخرج سوا. أهلنا كانوا عارفين إننا ما ينفعش نقعد يوم واحد ما نشوفش بعض. ويظهر إنها كانت بتغير عليا من ساعتها. حتى دروسنا كنا بنذاكرها سوا. كان أشطر مني وبيشرح لي كل حاجة مش فاهماها. ما كنتش شايفة غيره في حياتي، ومش شايفة حياتي من غيره. رحت مدرسة تانية في إعدادي وثانوي، بس برضه كنت بعدي عليها كل يوم أخدها من قدام مدرستها. واتقابلنا تاني في الجامعة. مجموعه كان يجيب هندسة، بس صمم يخش تجارة عشان يبقى معايا. كان حبيبي وأخويا وصاحبي. ماتت أمي، وسارة بقت أمي. ومات أبويا. وعيسى بقى أبويا. ده ايه الريحه الحلوه اللي قلب الشارع دي؟ انا قلت بقى اعمل لكم الكحك اللي انتوا بتحبوه. طب بقول لك ايه؟ امسكي دول قبل ما ساره ما تيجي. ايه دول يا حبيبي؟ ده المبلغ اللي قدرت اجمعه الشهر ده، عايزك تديهم لساره وتقول لها هتروح بكره تديهم لشكر عرموس. ايوه يا ابني، بس ده كتير عليك. هو انت كل شهر كده هتسد ديوننا؟ يا خالتي ديونكم هي ديون، وبعدين يا ستي اعتبريهم جزء من مهر ساره لغايه لما ربنا يقدرني ونسد ديون شكر عرموس وبقيه الديانه. والله ما انا عارفه اقول لك. اهم حاجه ساره ما تعرفش ان الفلوس دي مني، انا مش عايزها تبقى مكسوفه مني وخصوصا الليله دي. حاضر، بس هقول لها جبتهم منين؟ يا بطوط وانت هتغلبي يا ستي، قولي لهم حوشتهم من مصروف البيت، هي هتعد وراكي. ربنا يسعدك يا حبيبي، يا رب يمد في عمري لغايه ما اشوفك انت وساره في بيت واحد واشيل عيالكم. قريب قوي ان شاء الله. اهي جت زي ما اتفقنا. ان شاء الله ما تخافش. خف شويه يا عم منصور، لسه ما ابتديناش. يا عمي انا يا دوب بدوق. ايه ده؟ عم منصور، اهلا. مين عمل كده؟ اللي عمل ايه؟ اللي عمل كده؟ ايوه صحيح يا عم منصور، مين اللي عمل كده؟ صحيح مين اللي عمل كده؟ هيكون مين يعني؟ عيسى. كل سنه واحنا طيبين. طب استنى بقى. كل سنة واحنا طيبين. الله، انت اللي عملتيه علشاني؟ زي ما انت عملت كل ده علشان. اوعى تكونوا طفيتوا الشمع قبل ما يجي. وده اسمه كلام برضه يا دكتور؟ اختك فين؟ هتكون فين يعني؟ بتذاكر في اوضتها. لا ده مش وقت مذاكره خالص. خش قولي لها خطيبك وصل. طب وطي صوتك بقى عشان تسمعك وانت فاتح صدرك قوي كده. ايه يعني بتسمعني وانا اخاف منها يعني؟ ايه الدوشة دي؟ سوري يا حبيبتي. انا ما اعرفش ان انت مش تقولي لي يا جماعه انا بتذاكر. ما اعرفش انت بتذاكر. لا مذاكره ايه يا جماعه؟ يلا يلا تعالي اطفي معانا الشمع. يعني هو بمزاجي يا ماما، ما امتحانات الماجستير خلاص قربت. بقول لكم ايه، لما تيجوا تطفوا الشمع يبقوا نادوني. ايه المعامله دي؟ هو مني انا يعني يتيم الاب والام؟ وطي صوتك احسن تخرج لك تاني. يلا، هي اول ما تسمعنا بنطفي الشمع هتخرج لوحدها. يلا يا منصور. يلا 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 بقى نولع. يلا عقبال كده ما نطفي شمعنا. وطي صوتك. ان شاء الله. يلا يا عيسى. الله يا عيسى، حلو قوي. حلو قوي. استنى. تعال بقى ولع الشمع بقى يا عيسى.
يلا يا جماعه، ها؟ اطلع يا اسطى. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو سارة، هابي بيرثداي تو يو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا الو. انت عارف انا بقى عندي كام دبدوب؟ 27 عقبال ال 28 واحنا مع بعض. طيب ممكن اطلب منك طلب؟ طلب واحد بس؟ 10 20 100؟ انا السنه الجايه مش عايزاك تجيب لي دبدوب. امال عايزه ايه؟ عايزه فستان ابيض. بس كده يا حبيبتي، من عينيا الاتنين. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت ايه بقى، جاي معاك واسطة زي الناس دي ولا جاي بطولك كده زي حالاتي؟ ما معكش واسطة؟ لا انا عمري ما احتجت واسطة في اي شغل اشتغلته قبل كده. إن شاء الله. شغال فين بقى قبل كده؟ لا ما انا ما اشتغلتش قبل كده. بس اقول لك على حاجة، الشغلانة دي بتاعتي. يعني خدها من قصرها واروح؟ لا يا عم ما تقلقش، وانت جاي على ايه؟ محاسب. طيب محاسب، انا جاي على مدير حسابات. مدير حسابات مرة واحدة؟ امال ايه، الناس ليفلات، وبعدين انت لسه ما عرفتنيش، انا جامد قوي. أنا يا سيدي واسطتي ممدوح بيه توفيق، وكيل وزارة سابق، وصديق صاحب الشركة الروح بالروح. معرفة الوالد، كان راكب معاه في خط الطلبية سنة 99. هو انت والد سيادتك كان سواق اتوبيس؟ لا كمساري. لا ده انت كده تنزلني هنا بقى. يا عم فك يا عم، شكلك مشدود. تعال اقعد اهي، راقد. اسم الكريم إيه؟ انا ماهر، وانت ايه بقى؟ أخوك عيسى الفقي. عيسى، اسم حلو وجديد. انت ايه في ايه؟ انت بتدور على حاجه؟ الكارت بتاع التوصية. اكيد انت نسيته في البيت ولا حاجه؟ نسيته إيه بس، أنا حاطه بإيدي في وسط الورق ده. طيب يعني ممكن يكون وقع منك هنا ولا هنا مثلا، ممكن تطلع تشوف. تفتكر؟ اطلع بص عليه بسرعه.
عيسى منصور الفقي. ايوه يا فندم، ايوه يا فندم. انت عيسى الفقي؟ لا هو الحقيقه مش انا، بس هو كان قاعد وزهق ومشي وقال لك عيسى الفقي. ايوه هو جه. انت عيسى الفقي؟ انا عصام. لقيت الكارت؟ لا ما لقيتوش. طب يلا يا جماعه ما تضيعوش وقتنا، اتفضل. ايه ده؟ هو انت اشتغلت في كل الشركات دي في خلال سنتين بس؟ مظبوط يا فندم. سبتها ليه؟ يعني كل مره بيبقى سبب مختلف. تقدر تقول كده حضرتك ان انا ما احبش اشوف الغلط واسكت عليه. الغلط؟ اه يا فندم الغلط. طيب يا عيسى، احنا في خلال يومين ان شاء الله هنكلمك. اتفضل. طب ولو ما اتكلمتوش حضرتك؟ لا لو ما كلمناش نبقى مش عايزينك. فرصة سعيدة. على فكرة ده أحسن واحد جه النهاردة. وأنت عرفت منين بقى؟ أكيد بيتهيألك. الولد عنده خبرة ومتخرج من الجامعة بجيد جدا. خبرة إيه بس يا شريف؟ بيقول لك ساب 5 شركات في خلال سنتين، ده طبيعي يعني؟ ياسر بعد إذنك، أنا مدير الحسابات ومحتاج واحد في كفاءته. ما تقلقش أكيد هنلاقي غيره. طالما مش محتاج رأيي بتندهلي ليه؟ إيه يا عم شريف؟ إيه؟ واحنا مش هينفع نعدي يوم غير لما نتخانق أنا وأنت؟ الظاهر كده. بعد إذنك. اتفضل. اللي بعده يا أمل. صباح الفل يا فندم. ماهر شعبان من طرف حبيبك ممدوح توفيق. بيعشقك، ربنا يحبب فيك خلقه. مستر شريف بتعمل ايه؟ سلمى، ده طلب اجازه عايزك تقدمي لي ياسر. اجازه قد ايه؟ معرفش، يمكن ما ارجعش تاني سلمى. لا قصدي يعني الشركه مش هينفع تمشي من غيرك يا مستر شريف. انت الوحيده اللي شايفه كده يا سلمى. كلنا شايفين كده الا ياسر. ياسر انا حافظاك كويس، هو اكتر بني ادم محتاجك. ياسر بيتهيأ له علشان هو صاحب الشركه لازم يبقى فاهم في الشغل اكتر مني، مع ان انا اللي فاتح الشركه دي من 15 سنه مع والدي الله يرحمه. طب ما انت فاهم كل حاجه اهو. ايوه سلمى، بس خلاص ما بقتش قادر استحمل اكتر من كده. طب روح هدي اعصابك وريح اسبوع في البيت، لكن توعدني ترجع تاني. انت لو مشيت من الشركه انا كمان همشي. عن اذنك يا سلمى. الله حلو قوي. انت ايه اللي جابك؟ هو انا مش قلت اخدك من البيت؟ مبروك يا حبيبتي، ما قدرتش استنى بصراحه وما اشوفش العربيه الجديده. ادعي لي بقى ربنا يقدرني على قسطها. طب بص بقى انا جبت لك ايه؟ السبحه دي علشان تعلقها في العربيه وطول ما انت سايق تبص لها وتفتكرها. بس انا مش محتاج حاجه افتكرك بيها. وانا بقى كل ما افتكر ان انت العربيه دي هيقعد فيها جنبك ستات حلوين ابقى عايزه اكلهم بسناني. ما تقلقيش هيقعدوا ورا. يا شيخ انا مش ضمني بقى ان شاء الله. تحب اشيل لك الكرسي؟ ماشي ماشي يا عيسى، اقعد اتريق وهرج كده وانا فعلا بجد يعني هموت من الغيظ. ده انا اللي هموت من الغيظ، ده انا مش شايف ست حلوه في الدنيا دي كلها غيرك. طب انا بحبك. طب يلا اوصلك على البيت عشان اطلع على الشركه اوريهم العربيه ويركبوا لي الGPS والجهاز اللي هيربطني بالشبكه بتاعتهم. لا لا بلاش توديني على البيت، وديني محل شركه. تاني يا ساره؟ يا عيسى بقى علشان خاطري. يا ساره انا مش عايزك تشيلي الهم معايا. طيب هو احنا مش اتفقنا قبل كده ان احنا كل حاجه هنقسمها بينا احنا الاثنين؟ يا سيدي صدقني ده كلها شهر بالكتير وان شاء الله هنكون سددنا الدين اللي علينا وبعدها بقى الدنيا هتحلو وهتلاقي شغلانه جديده وهتاخدني معاك. طب يلا عشان اوصلك. يلا عشان نجيب العربيه من جوه. حلوه صح؟ ده ايه الافلام؟
مساء الخير. مساء الورد. كنت متأكد إنك راجعة. بص أنا مش معايا فلوس، فمش جاية أكملك قسط الشهر ده. أنا عارف. أنت جاية تقولي لي إنك وافقتي تشتغلي معايا، صح؟ عرفت منين؟ يا بنت الناس صدقيني مش هتلاقي حد يريحك قدي. بس نتفق الأول. نتفق بس على إيه؟ بص أنا مش هقدر أشتغل طول اليوم، فعلى الساعة 5 بالكتير أكون ماشية من هنا. طب ما تخليها على المغرب عشان أكمل أنا لوحدي. وأجازتي الجمعة. هي الجمعة مش أجازة المحل يا سو، بس ماشي اشتريت. ويا ريت يعني تزود لي مرتبي شوية، كفاية قوي إن نصه هيروح في القسط. يا ستي مش هنختلف، بس انت وشطارتك يا سو هتزودي الإيراد هظبطك في الحوافز. ماشي، أنا جاهزة من أول أسبوع. ما تخليها من بكرة طيب. على طول كده؟ احمد ربنا إن أنا ما قلتلكيش من النهاردة. ماشي، متشكرة. السلام عليكم. ايوه عاوز مين؟ انا كنت جيت عملت مقابله وقالوا لي هنكلمك ومحدش اتصل بيا. هم قالوا لك هيكلموك؟ قالوا لي يومين بالكتير. يبقى خلاص مش هيكلموك. يعني انا كده ما نجحتش؟ ايوه. يظهر ان انا كان لازم اجيب واسطه معايا. ايه ده؟ هو انت اللي جاي من غير واسطه؟ هم حكوا لك عني؟ ايوه. انت عارف انك عملت مشكله كبيره جدا مع رئيس الشركه ومدير الحسابات؟ هو مدير الحسابات كان مقتنع بيا جدا، انما رئيس الشركه ده قعد يهري من ساعه ما دخلت، وراجل غتت غتاته انا اخته على فكره. بس طيب قوي وابن حلال. كويس انك فرملتيني قبل ما اعك الدنيا اكتر من كده. حصل خير، انا اسف. اتفضلي. هو انت؟ ايه ده؟ انا شفتك فين قبل كده؟ طبعا جاي زي حالاتي تسال على نتيجه المقابله. لا يا كوتش، ما انا خلاص الحمد لله اتعينت. بجد؟ من غير ولا واسطه؟ لا يا عم، ربنا ما يحوجنا الواسطه، ما انا قلت لك انا جامد قوي. مدير حسابات؟ لا هي حاجه مؤقتا كده يعني، بس ان شاء الله مدير حسابات دي الخطوه الجايه. ماهر. ايوه، ما فيش اسره واحده، ما فيش القاب ولا. يا ماهر. ايوه فين القهوه بتاعت مستر ياسر؟ ما انا قلت لك حاجه مؤقته يعني، هم بيحبوا يشربوا من البن بتاعي انا. بسرعه. معلش ممكن سؤال؟ اتفضل. هو ماهر ده اتعين هنا عندكم؟ ماهر ماسك البوفيه بس لسه تحت الاختبار. بوفيه وتحت الاختبار؟ ايوه غلبان، دبلوم تجاره وكان جاي متخيل ان احنا هنشغله محاسب. محاسب ايه ده؟ كان جاي على مدير حسابات. بسرعه يا ماهر. قدامي ربع ساعة وأوصل الأوتيل. معلش. لا عربيتي لسه في الصيانة. أنا راكبة أوبر. لا ده كده كتير قوي. طب سلام، في إيه؟ العربية اللي ورانا ماشية ورانا من أول ما اتحرك. طب اجري منهم بسرعة. حاسب. تعرفيهم؟ مش وقته دلوقتي، هفهمك بعدين، بس اجري منهم وهديك اللي أنت عايزه. بسرعة لو سمحت. لا خد بالك خد بالك. حلال يا عسل. هنعمل ايه؟ زاري. تعالي. انت عارف احنا بقالنا قد ايه ما خرجناش مع بعض؟
ايه مالك بتبصي لي كده ليه؟ اصل بيبقى شكلك احلى يعني وانت بره لبس وكيل النيابه. لا خالص، بس ده يمكن دلوقتي يعني. ان شاء الله اول ما هنتجوز هنظبط كل حاجه من اول وجديد. احنا محتاجين نظبط قبل الجواز مش بعده. مش هنلحق يا رانيا، احنا شكلنا كده هنتجوز على اخر الشهر. احنا لسه ما اتخطبناش. واحنا يا بنتي محتاجين نتخطب؟ العيلتين عارفين بعض من زمان، وانا وانتي متربيين مع بعض من واحنا صغيرين. ايوه بس الجواز ملوش دخل باللي انت بتقوله ده يا وليد. يا بنتي واحنا ايه اللي هيخلينا نستنى؟ الشقه وخلصانه والعفش كمان جاهز، ايه مالك؟ احنا مش جاهزين. بقول لك ايه يا رانيا، انت خايفه من الجواز ولا خايفه مني انا؟ خايفه مني انا يا وليد. انا عاوزه احبك زي ما انت بتحبني، ويمكن يكون اكتر كمان. معلش هتبقى كويس. معلش. ما كنتش فاكرة إن الدنيا لسه فيها رجالة زيك. كنت هتموت نفسك عشان واحدة ما تعرفهاش. منه لله بقى ابويا هو اللي عودني على كده. ما تقلقش، المسكن اللي اديتهولك مفعوله سريع. وهربط لك دراعك دلوقتي وهتبقى كويس. بالراحه بالراحه بالراحه. حاضر. انت دكتوره ولا ايه؟ تقدر تقول نص دكتورة. نص دكتوره؟ ازاي يعني؟ خرجت من رابعة طب. خرجتي حسن سير وسلوك ولا ايه؟ تقريبا. لا بجد، انت كان فاضل لك سنتين. حكاية مش عايزة افتكرها دلوقتي ومش وقتها. هما مين اللي كانوا عايزين يأذوكي دول؟ أكيد 2 بلطجية بعتهم علي ابن جوزي الله يرحمه. فاكر نفسه هيعرف ياخد مني بالعافية اللي ما خدوش من المحكمة. انت أرملة؟ من سنة. اتجوزت راجل أكبر مني في السن وكان غني. هو اللي خلاني أسيب الكلية. مراته وولاده فرحوا إني ما خلفتش منه، يعني عشان ما أجيب لهمش حد يشاركهم في الميراث. ما كانوش يعرفوا إن أبوهم كتب لي الشركة ونص أملاكه باع وشراء قبل ما يموت. ايوه بس انت لازم تبلغي البوليس عشان ما يحاولش يأذيكي تاني. أكيد هعمل كده. هروح أعمل محضر. بس أنا لو احتجتك هتيجي تشهد؟ طبعا، انا تحت امرك. طب هعمل لك حاجة تشربها. لا 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 ملوش داعي. انا اتأخرت وزمان ابويا قلق عليا. لا ما ينفعش، لازم تشرب حاجة. معلش خليها مرة تانية بعد اذنك. اتفضل. مع السلامة. مع السلامة. سبحان الله، الخالق الناطق. من مين؟ مني. لما وقعت من شباك الاتوبيس وانا بجري ورا زبون زوغ من دفع التذكره. اما منصور والنبي مش طالبه قلش دلوقتي. يعني انت اللي ضربتهم وحصل فيك كل ده، امال هم حصل فيهم ايه؟ هتلاقيهم ساحين في دمهم دلوقتي. يا واد يا جامد، ربنا يستر بس ما يكونوش خدوا نمره عربيتك. هم ممكن يكونوا عملوا كده بجد؟ ايوه كده، ارجع لاصلك وخاف يا خواف. لا مش هخاف، المفروض هم اللي يخافوا مش انا. انت عارف ليه؟ ما هو انت كده طول عمرك بتدور على المصايب بملقاط. تفتكروا هم؟ هم ايه بس يا اخي؟ دي ساره دي سالت عليك يجي 9 مرات، قلبها حاسس ان الموضوع ورا واحده ست. اوعى تغلط، انا ما اتخانقتش عشان واحده ست. لا لا ما تخافش، هي هتفهم لوحدها. طب خش انت جوه. مين اللي عمل فيك كده؟ مفيش، دي خناقه بسيطه. انت بتعملي ايه؟ بشمشم. فتش عن المرأة. افتش فين؟ أنا اللي هفتش يا بيه مش أنت. يا شيخه ما تبطلي جنانك ده بقى. طب قول لي الحقيقة وأنا مش هزعل على فكرة. اعتبرها نزوة وعدت.
كمان لبستيني في نزوه. الله، طب ما تقولي اتخانقت ليه طيب؟ مفيش، انا وانا ماشي لقيت 2 بلطجيه خاطفين عيل صغير، فجريت وراهم ومسكتهم ورجعت الواد لامه. امه، وطبعا امه دي كانت حلوه وصغيره. يا شيخه حرام عليك، صغيره ايه؟ دي كان عندها بتاع 70 سنه. 70 سنه وعندها عيل صغير؟ شفت؟ قلتش حاجه انا مش هتكلم. رد انت على ابوك. يا عم انا مالي. لا، ما هو انت مش فاهمه، انا اكتشفت في الاخر لما رجعت لها الولا ان هي جدته مش امه. عيسى، انت عارف انا لو اكتشفت انك بتحاور عليا انا ممكن اعمل فيك ايه؟ عارف. لا يا مختار، رانيا ما قالتليش اي حاجه. عموما لما ترجع من الشغل هفهم هي عملت كده ليه. ما تزعلش انت نفسك بس. طيب حاضر، مع السلامه. صباح الفل يا حبيبتي. صباح الخير يا حبيبي. لسه قافله مع انكل مختار. رانيا اختك مجننه وليد ورافضه تتجوز دلوقتي. انا مش فاهم هو مستعجل على ايه؟ هيموت قوي كده ويتجوز على نفسه؟ بدل ما تقعد معاها وتعقلها. عقل مين يا ماما؟ انت عارفه رانيا كويس، مش هتسمع كلام حد ومش تكبر لحد. طيب اعمل حسابك يوم الخميس تيجي معايا فرح نشوه بنت طنط رجاء. قديمه قوي. نشوه؟ لا يا قلبي، انت انا لسه فاهمه ان بعد كل ده انا ممكن اتجوز جواز صالونات؟ ها؟ عايزاني اجي معاك الفرح عشان توريني واحده من البنات الكتير قوي اللي جايين عايزين يتجوزوا. انت ما توريني شطارتك انت وتتجوز بالطريقه جديده. يا روحي انا مش مستعجل على الانتحار دلوقتي. يعني ايه؟ هتقعد انت واختك من غير جواز؟ انت يا حبيبي اللي قدك كان زمانهم عندهم عيال في KG 2 صح؟ بسمع منك الاسطوانه دي في اليوم اكتر من 50 مره. زهقت ايه؟ لازم امشي عشان مستعجل، انا عندي شغل. باي. باي. هيجننوني الولاد دول. لا دي عايزه تتجوز ولا هو عاوز يتجوز. عجبتك الشركه؟ جدا. بصراحه ما كنتش فاكرها كبيره وشيك كده. شكرا. شكرا كمان انك رحت تشهد في الاسم. ان شاء الله يقدروا يجيبوا العيال البلطجيه دول. على فكره انا لو شفتهم هطلعهم من وسط 1000. طب اعمل حسابك بقى ان هم ممكن يحتاجوك في النيابه. برضه جاهز. صباح الخير. صباح الخير. عايزه يا علاء، الراجل الشهم اللي انا كلمتك عنه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. علاء مدير الشركه والمحامي بتاعي، وكمان جوز اختي اللي انت شفتها في سكرتاريه بره. اهلا وسهلا. اتفضل. ايه ده؟ ده مبلغ بسيط، الاستاذه ما قالت لي حضره لك قصاد وقفتك جنبها. وانت طلبتيني النهارده عشان ده؟ انت تستاهل اكتر من كده. انا اسف. مش هقدر. طيب عن اذنك انا. اتفضل اقعد يا عيسى. ما كنتش فاكره ان موضوع الفلوس هيزعلك قوي كده. انا مش زعلان منك، انا زعلان من الوضع اللي اتحطيت فيه وخلاكي تتعاملي معايا على اني مجرد سواق انقذك من 2 بلطجيه. تقصد ايه؟ بقول لك ايه، هو ايه حكايه الواد اللي جوه ده؟ ماله؟ رفض ياخد ظرف الفلوس من غير ما يعرف في كام. عادي يعني، الراجل عنده عزة نفس. قصدك ايه؟ قصدي اللي انا قلته. انا بكالوريوس تجاره جيد جدا، والعربيه دي بشتغل عليها عشان تساعدني في المصاريف لغايه لما الاقي شغلانه تليق بيا. ولغايه دلوقتي ما اشتغلتش؟ اشتغلت كتير قوي، والسي في بتاعي مليان شهادات خبره. طيب ممكن تجيبهولي معاك المره الجايه؟ تضحك على ايه؟ انا فعلا محتاجه محاسب شاطر. ايه اتأخرت عليك؟ لا يعني مش قوي. جبت الشيكات؟ جبت الفلوس. اتفق الأول. اتفق على ايه؟ معاك 3 شيكات ب 3 مليون جنيه، هقسطهم لك على سنة. ما قلتيش كده في التليفون. قلت لي انت هتيجي تسدد الشيكات عشان ما اوديهاش النيابه. هتفرق معاك في ايه؟ ما انت كده كده هتاخدهم. لا هتفرق كتير. سدد كله على دفعه واحده.
وايه اللي هرفع قضيه الصبح؟ وانت هتستفيد ايه لما تحبسني؟ اشفي غليلي يا جدع. كفايه انك دخلت شاركتني عشان تنصب عليا. انا عمري ما كنت نصاب. يبقى تدفع اللي عليك. خاف مني يا ياسر يا شواربي. مصلحتك ما تخسرنيش. انت اللي خاف مني يا نعيم. الشيكات اللي معايا دي كل شيك فيهم هتاخد فيه 3 سنين على الاقل. نعيم ما تحبس. لسه ما اخترعوش كلبشات تيجي على مقاسه. لا عادي على فكره. ممكن يخترعوا كلبشات تيجي على مقاسي. ولا ايه؟ انا ده كنت فين يا بيه لحد دلوقتي؟ الله يكون في عونك يا ابني. انا لا يمكن احط البتاعه دي في جسمي. الخناقه المره دي غير اي خناقه. انت حبيت ترد له ضربه الشيكات. ركز في شغلك وبس. كده هتبقى قضيه. انت ليه ما عملتش محضر بعد الحادثه؟ انا محتاجه لك قوي يا عايزه. انا جاي النهارده عشان اعتذر عن الوظيفه. فهموا ان رانيا ما سابتوش، هي بس مأجله الجواز. انا بقالي شهر كل ما اقرب منك تبعدي. هو مش كان خلاص اتصالح مع عيسى وخد التعويض اللي هو عايزه؟ انت نطيت ازاي في الاتوبيس وهو ماشي؟ خليه يشتغل عندها ويحوش